النهارده النادي الاهلي خلع من الست انديه اللي كانوا موجودين معاه وراح لوحده تعاقد مع الشركه اللي كان هو مش راضي انه يتعاقد معاها وطلع فيها ما في الخمر. شركه بريزنتيشن كان مطلع في الشركه دي ما في الخمر، وصل لدرجه ان هو تعاقد معاها. الله، طب ما هو ايه؟ طيب يبقى احنا محتاجين ان احنا نتقل، محتاجين ان احنا نهدى. وبعدين طيب فسخ التعاقد مع التلفزيون المصري تم بناء على ايه؟ عشان التلفزيون المصري ما دفعش؟ طب الفلوس اللي ما دفعش التلفزيون المصري دي هتدفع ولا مش هتدفع؟ هتدفع ولا مش هتدفع؟ مش عارف الاتفاق ماشي ازاي. والذ حاجه، انت بتتكلم في انديه حكوميه، يعني بيعمل مناقصه وبيعمل مزايده. يعني خدوا بال حضراتكم، مناقصه ومزايده واعلام في الجورنال، وبعدين بعد ما ينتهي من التعاقد احنا ما نعرفش التعاقد ده تم بكام وليه وعشان ايه. يقول لك اصل دي سريه التعاقد. سريه التعاقد لما يبقى النادي بتاع بابا يا ابو الكباتن، لما النادي بيبقى بتاع بابا ورثهولك ولا ماما كتبتهولك في الميراث ابقى سريه التعاقد. انما طالما انت في نادي حكومي وما بتقبضش فلوس وجمعيه عموميه بتنتخبك اللي هي من النادي عشان تدير النادي، يبقى لازم عندك شفافيه. تطلع تقول انت تعاقدت بكام، تطلع تقول انت عملت بايه، تطلع تقول كل حاجه، لان ده حقنا عليك. وانت مش في عزبه ماما، انت في نادي حكومي. المفروض ان لازم كلنا نعرف انت تعاقدت بكام وعملت ايه في الموضوع دوت انما تسكت وتقول لي اصل مبادئ النادي بتقول ان اسكت. لا، تسكت يعني في حاجه.